فرقتين اخذلوني واخذلوا كل عشاقهم وكل جماهيرهم حول العالم، على الرغم ان الفرقتين دول قوتهم الماديه عاليه جدا، عملوا تدعيمات قويه قوي في الصيف ودفع فلوس كتير فشخ. وعشان ما اطولش عليكم كتير، الفرقتين هما توتنهام ومانشستر يونايتد. توتنهام يا جدعان اللي كانت بتنافس على مركز مؤهل لدوري الابطال وبتقول لك خلاص يا جدعان انا ضمنت مركز مؤهل لدوري الابطال، دلوقتي بتقول لك انا ضمنت البقاء في الدوري الانجليزي. انت متخيل الفرق ال 180 درجه اللي حصل في توتنهام؟ وعلى الرغم ان هي دفعت في الصيف، يعني ما دفعتش، لا دفعت وجابت تدعيمات. حرفيا هي في المركز الاخير للفرق اللي خلاص هتعبر السنه الجايه وتلعب في البريمير. اما الفرقه الثانيه وهي مانشستر يونايتد في الترتيب ال 14 في الدوري الانجليزي، على الرغم من التدعيمات القويه اللي هي عملتها، مزراوي، ديليخ، زيركسي، يورو، جابت لعيبه كتير ودفعت فلوس كتير، تبقى في المركز دوت في حاجه مؤلمه. وغير كده تاريخها اكبر كتير قوي من توتنهام، فانت تاريخ كبير ودفعت فلوس كتير في الصيف وفي الاخر يبقى دوت مركزك. فربنا يكون في عون مشجعين الانديه. حد من مشجعين الانديه دول موجودين هنا يا ريت يقول لي هو احساسه عامل ازاي الموسم دوت. ولو عجبك الفيديو شيره مع اصحابك وما تنساش الفولو واللايك.